قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فكنا قد تحدثنا بالأمس عن بداية أحكام شهر شعبان من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، وقلنا بأن كل الأحاديث التي وردت في فضل شهر شعبان لا يصح منها أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رجب شهر الله، شعبان شهر، حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أن الأعمال ترفع في شهر شعبان، حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الطيب المبارك الذي بدأ اليوم أنه كان يكثر الصيام في شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان من باب التدريب ومن باب التمرين على الصيام قبل بداية شهر رمضان، كما علمنا النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا نبهنا بالأمس أن صيام النصف الثاني من شعبان مستحب أيضا. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا نريد أن ننبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا حمله بعض العلماء على اليومين الآخرين من شهر شعبان. يكره صيام اليومين الآخرين من شهر شعبان لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. يعني ما تصومش اليومين الأخر من شهر شعبان. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا للجميع ولا في حالة مستثناء؟ لا، في حالة مستثناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. يعني مثلا لو أن اليوم الأخير من شعبان جاء موافقا ليوم الاثنين أو الخميس، وأنا مثلا متعود أن أصوم الاثنين والخميس، أصوم اليوم الأخير من شعبان ولا ما صوموش؟ صمه، لأن نيتك الاثنين أو الخميس وليس نيتك إن أنت تصوم آخر يوم من شعبان. فلو جاء آخر يوم من شعبان موافقا للاثنين أو الخميس صمه ولا حرج في ذلك. لكن الكراهة في حق من يتعمد صيام اليوم الأخير من شعبان. اللي بيتعمد إن هو يصوم اليوم الأخير من شعبان هو ده يكره ذلك لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اللي يصوم يوم الشك اللي هو ايه؟ اللي هو يوم 30 شعبان. طب ليه سمي اليوم ده بيوم الشك؟ لان احنا مش عارفين، ممكن يكون 30 من شعبان ده يكون اول رمضان، وممكن يكون 30 شعبان، ففي شك في اليوم الاخير ده اللي هو يوم 30 ده. ممكن يكون اول يوم من رمضان وممكن يكون 30 من شعبان.
فلذلك سمي بيوم الشك. عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يصوم اليوم الأخير من شعبان ده عصى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لو اليوم الأخير من شعبان جاء يوم الاثنين وانت من عادتك بتصوم الاثنين صوم. لو جه يوم الخميس وانت من عادتك بتصوم الخميس صوم، لا حرج في ذلك، كما قال العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. وحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يدل على أنه يستحب أن تصوم شعبان كله إلا أياما قليلة. يبقى حديث إذا انتصف شعبان أيضا الحديث ده بيدل على نكارته، اللي هو لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يبقى ده بيدل على نكارة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم النصف الثاني من شهر شعبان، كما حدثتنا أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين. طيب جميل قوي. ندخل على ليلة النصف من شعبان. ناس كتير في ليلة النصف من شعبان يفعلون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. يجوا في ليلة النصف من شعبان يفعلوا إيه؟ يروحوا عاملين احتفال بليلة النصف. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بليلة النصف؟ لم يرد هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته ولا عن أحد من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. يبقى دي بدعة، الاحتفال بليلة النصف من البدع المنتشرة. أيضا من ضمن البدع أن بعض الناس يأتون في ليلة النصف ويصلون صلاة تسمى بصلاة ليلة النصف من شعبان. صلاة ليلة النصف من شعبان دي حديث إن هي 100 ركعة، وحديث ثاني إن هي 1000 ركعة، وكلاهما حديثان مكذوبان على سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. حديث إن أنت بتصلي في ليلة النصف 1000 ركعة حديث مكذوب، الحديث الثاني 100 ركعة حديث مكذوب أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص ليلة النصف بصلاة أو بقيام ليل، هذا لم يرد عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا بعض الناس يأتون في ليلة النصف من شعبان ويخصصونها بالصيام. يجي في يوم 14 و15 يروح صايم 14 و15. واحد يقول لي استنى يا مولانا، هو مش من السنة ان انت تصوم 13 و14 و15؟ ايوه يا عمي، صوم 13 و14 و15، مش تيجي تصوم 14 و15 اللي هو ليلة النصف ويوم النصف. هذا لم يثبت، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 و14 و15 كما ثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أما حديث يا علي يعني يا ابن طارق، يا ابن أبي طالب، يا علي إذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، هذا الحديث في سنده ابن أبي صبرة وهو كذاب. فالحديث هذا مكذوب على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص ليلة النصف لا بصلاة ولا بقيام ليل ولا بصيام. طيب جميل قوي. طيب هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف؟ عشان وزارة الأوقاف دائما تحتفل بتحويل القبلة في ليلة النصف. يقول لك ليلة النصف حدث فيها تحويل القبلة، فهل فعلا تحويل القبلة حدث في ليلة النصف من شعبان؟ اختلف أهل العلم
في تحديد ميعاد تحويل القبلة. تحويل القبلة حدث ما حدش ينكر ذلك، لأنه ورد بنص القرآن وبنص كلام النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن متى حدث؟ زي الإسراء والمعراج. احنا قلنا الإسراء والمعراج لا أحد يختلف إن هي حدثت، إن معجزة الإسراء والمعراج حدثت، لكن إمتى حدثت؟ مش عارفين. كل الأدلة لا تصح، والعلماء اختلفوا في تحديد الإسراء والمعراج. كذلك في تحويل القبلة. تحويل القبلة حدث بنص القرآن. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، كما قال الله عز وجل. وقال البراء بن عازب كما ثبت في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس. بيت المقدس اللي هو في فلسطين. القبلة القديمة بتاعت المسلمين انهم كانوا يصلوا ناحية فلسطين، ناحية المسجد الأقصى. يعني كانوا بيصلوا ناحية المسجد الأقصى. دي القبلة القديمة بتاعت المسلمين. ثم أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول القبلة من بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم عمال ينظر إلى السماء كأنه يطلب من الله ويرجو الله أن الله تبارك وتعالى يحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. طبعا ما حدش بقى يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر للسماء اهو، يعني يجوز ان انا انظر للسماء في الصلاة. لا، ما فيش دليل في الآية ان النبي كان بينظر الى السماء في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر الى السماء في اثناء الصلاة. قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. يعني ممكن تصب العمى لو أنت نظرت إلى السماء وأنت تصلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة أخذ ينظر إلى السماء كأنه يطلب من رب السماء أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فاستجاب الله عز وجل لطلب ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة شرفها الله. متى حدثت هذه الحادثة؟ العلماء اختلفوا إلى عدة أقوال. منهم من قال في شهر شعبان، ومنهم من قال في شهر رجب. اللي قال اللي هي شهر رجب الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو شرح البخاري، اللي هو صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. له كتاب اسمه تبيين العجب فيما ورد في فضل شهر رجب. أراد من الكتاب ده إن هو يثبت أن كل الأحاديث التي وردت في شهر رجب كلها لا تصح إلا أنه من الأشهر الحرم. ففي هذا الكتاب أثبت العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله أن تحويل القبلة حدث في شهر رجب وليس في شهر شعبان. بينما ذهب بعض العلماء إن هي في شهر رمضان، بينما ذهب بعض العلماء في شهر ربيع الأول. فاختلف أهل العلم في تحديد وقت تحويل القبلة، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها صراحة. ما فيش دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو حدد متى حدث تحويل القبلة، وما فيش دليل عن أحد من الصحابة أنهم ذكروا لنا متى حدث تحويل القبلة. ما فيش ولا صحابي قال متى حدث تحويل القبلة، ولا واحد من التابعين أيضا.
ولا واحد من التابعين، ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة. ليس من المعقول أن نحدد وأن نلزم الناس بأن تحويل القبلة حدث في ليلة النصف، لأن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، يحتاج إلى دليل ولا دليل على هذا الكلام كما بينت لحضراتكم. نكمل غدا بإذن الله عز وجل ما تبقى، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.